طبعا زي ما كنت عامل حسابي القطر اتاخر 30 دقيقه عن ميعاده، فتقريبا الاتوبيس اللي هيوديني باريس فاتني، لان انا المفروض اوصل 10 و5، الساعه دلوقتي 10 وربع، اتاخر 10 دقايق. بس مش عارف بقى الاتوبيس هيبقى جه في ميعاده ولا لا، بس ان شاء الله يا رب يتاخر شويه. للاسف لسه واصل، اتاخرت ربع ساعه لان القطر جه متاخر 25 دقيقه، فالقطر عطلني. فانا دلوقتي موجود في محطه الاتوبيس، بس الاتوبيس غالبا اتحرك من 10 دقايق، فمش عارف اعمل ايه بقى. هشوف بقى هعرف احجز حاجه تاني واتحرك برضه ولا ايه، مش عارف والله. كلها بسبب القطر يعني، اتاخر حوالي 25 دقيقه او اكتر. اتاكدت كده الساعه بقت 10:30، فاكيد بنسبه 100% الاتوبيس اتحرك. بس الحمد لله يعني دخلت كده على الابلكيشن بتاع بلا بلا باص اشوف ايه الحجوزات اللي موجوده. بلا بلا لقيته الحمد لله يعني ب 8.5 يورو، اللي هم حوالي 500 جنيه، بس كمان ساعه ونص. بس يلا ان شاء الله مش مشكله، ما دام جت على قد كده تمام يعني، الحمد لله.